3 صناديق حلال ممكن تشغل فلوسك في امريكا والسعوديه والامارات وانت نايم. ليه فلوسك لسه نايمه في البنك والتضخم بياكلها واحده واحده، وفي صناديق استثماريه شرعيه بتكسب وانت نايم؟ النهارده هقول لك على 3 صناديق او ETFs حلال من 3 بورصات مختلفه، امريكا، السعوديه والامارات، وكل صندوق فيهم معتمد شرعا وبيديك فرص نمو وتوزيعات كويسه. 1. SPUS في السوق الامريكي، ده الصندوق الشرعي الاهم في امريكا، بيستثمر في شركات امريكيه متوافقه مع الشريعه، مفيش قروض ربويه ولا كحول ولا قمار، وبيضم شركات عملاقه زي تسلا، انفيديا وابت. الصندوق ده موجود رسميا على بورصه نيويورك. ليه الصندوق ده مهم؟ لانك بتاخد قوه الاقتصاد الامريكي بس من غير شبهه شرعيه. 2. فالكوم للبتروكيميكالز، موجود في السوق السعودي، وده أول صندوق شرعي بيركز على قطاع البتروكيميكالز في السعودية، في شركات ضخمة زي سابك وينساب ومتقدمة، وبيتحرك مع أسعار الطاقة بس بتوازن محترم وبتوزيع أرباح دوري، وموجود رسميا على سوق تداول السعودي. ليه الصندوق ده مهم؟ لأنك بتحط فلوسك في صميم الاقتصاد السعودي اللي بيقوده البترول والصناعة الثقيلة. 3. صندوق شعاع للأسهم الشرعية اللي موجود في السوق الإماراتي، صندوق شرعي مدعوم من شركة شعاع كابيتال، بيستثمر في شركات خليجية مختارة بعناية، وبيوزع توزيعات أرباح ومتوازن في بين النمو وما بين الاستقرار، ويتداول في سوق دبي المالي وسهل الدخول فيه. ليه الصندوق ده مهم؟ لأنك بتاخد اكسبوجر على الخليج كله بس من خلال بوابة شرعية ومحترمة من مؤسسة إماراتية. الخلاصة، انت مش مضطر تختار ما بين الحلال والمكسب، النهارده تقدر تحقق الاتنين. عايز تكنولوجي ونمو، خد SPUS. عايز استقرار وصناعة، خد فالكوم. عايز توزيعات ارباح وتنويع خليجي، خد صندوق شعاع للاسهم الشرعية. كده عندك 3 صناديق تعمل لك محفظة حلال عالمية بتشتغل وانت نايم.